ازيكم يا جماعة؟ معاكم المهندس أحمد من قناة حليم وتك. النهاردة يا شباب هنشرح طريقة أنا أشغل ازاي راوتر فودافون اللي هو 8045 دي جي 8045 الإيكو لايف. ازاي أشغل على أي شركة تانية؟ يعني مش شرط إن أنا معايا راوتر فودافون فهشغله على فودافون، لا أنا ممكن كمان أشغله على أي شركة تانية لو هو ده المتاح بالنسبة لي. طبعا كلامنا على الرواتر اللي هي ال VDSL. طيب كل اللي هنعمله هندخل على صفحة الراوتر زي ما احنا شايفين الصفحة قدامنا. هندخل على هندخل على انترنت ونخش على الزيرو 35 اللي هي دي هنخش نعملها edit. طبعا هنا هنلاقي ايميل فودافون، احنا غيرناه خالص. نحط هنا اي يوزر نيم بتاع اي خط ارضي اللي انا هشغل عليه طبعا الخدمة. احط اليوزر نيم هنا واعمل له سيف، اليوزر نيم والباسورد طبعا اهو. اليوزر نيم هنا والباسورد واعمل لهم سيف. طيب بعد ما خلصت الخطوة دي في خطوة مهمة جدا كمان. هدخل على هوم نتورك وهدخل على لان انترفيس ومنها هخش على ال DHCP سيرفر. هنا هلاقي اي بيهات مختلفة. انا هحط الاي بي ده دي ان اس سوري، هلاقي دي ان اسات مختلفة موجودة اللي هي بتاعت شركة الاتصال عموما، سواء فودافون او اتصالات او ايا كان. هنلاقيهم موجودين هنا. هنحط هنا الاي بي او الدي ان اس اسف بتاع شركة جوجل اللي هو 8.8.8.8.8.8.4.4 ونقول له سيف. طبعا مش هنلعب في الاي بيهات اللي فوق دي عشان دي موضوع تاني خالص. وبعد كده هنقول له سيف. بعد ما عملنا ده هندخل. طبعا بعد ما عملنا ده خلاص بقى احنا بكل بساطة نتأكد بس. هنركب بقى كابل النت. هنلاقي الخط يبدأ يقرا معانا انترنت بصورة طبيعية جدا. وبرضه عشان نتأكد في الراوتر ان الخط قاري معانا نت، هنخش على مينتنانس دي وهندخل على دي اس ال انفورميشن هيظهر عندي هنا. بس انا عشان مش مركب اي خط ارضي في الراوتر دلوقتي فمش ظاهر اي حاجة. هيظهر معانا هنا اهو قراءات الخط، اذا كان الابلود ماكسيمم ابلود قد ايه والداونلود قد ايه الريت بتاعهم، والماكسيمم الخط يشيل قد ايه ابلود والخط يشيل قد ايه داونلود. ودي السرعه اللي بتكون في الاول، دي السرعه اللي جايه من الشركه قد ايه سواء الابلود او الداونلود، وديت الماكسيمم اللي هي السرعات اللي ماكسيمم يقدر يشيلها الخط. طيب ده كده احنا شرحنا كل حاجه بخصوص رواتر الفي دي اس ال. طبعا ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناه وفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد. ولو عندكم اي استفسارات ممكن تكتبوها لنا في الكومنتس، ولو عندكم اي برنامج معين او اي حاجة عايزين نشرحها تكتبوها لنا في الكومنتس برضو وان شاء الله نشرحها. شكرا والى اللقاء.